أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم آمل، كنتمنى يا رب تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم ألذ المملحات التي يعشقها الكبير والصغير، واللي هي عليها طلب بكثرة بالخصوص في رمضان المبارك، بدون ورقة بدون تعب، فقط بواحد العجينة اللي هي السحرية سهلة وبطريقة مختصرة جدا، كذلك بواحد الحشوة اللي هي لذيذة إن شاء الله غتعجبكم بزاف بزاف، وكذلك بدون زبدة، فقط بالقليل من الزيت كتحصلوا على سيجار اللي هما مقرمشين وممرقين، اللي ان شاء الله تفرحوا بهم الاهل والاحباب في رمضان المبارك وكذلك بجميع الاوقات. كذلك غادي نتقاسم معكم طريقه الاحتفاظ بهم في المجمد باش يبقاو لمده طويله. ما نطولش عليكم، نخليكم تكتشفوا باقي التفاصيل. فرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. نبداو بالعجين. كنحتاجوا 700 غرام ديال الدقيق الابيض، مع ما يعادل 7 كؤوس من كؤوس العنبة، مع كأس من دقيق الفينو، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من السكر، وملعقتان كبيرتان من النشا، ملعقة كبيرة من الزيت. بالنسبة للنشا اللي هي مايزينا، هي اللي كتعطي واحد القرمشه، وكذلك كتخلي لنا المملحات ديالنا كيبقاو لمده اطول في المجمد وما كيخسروش، وكيبقاو ديما محافظين على القرمشه ديالهم. كنضيفوا الماء تدريجيا وحنا كنعجنوا ما يعادل 3 ديال الكؤوس ديال العنبه، كل كاس راه كيوزن 160 ملي. صافي هذه هي العجينه ديالنا من بعد ما عجناها في العجانه. انا استعملت العجانه، تقدروا تستعملوا اليدين ديالكم الا بغيتوا. صافي هنايا غادي نديروا العجينه ديالنا في بلاستيك غذائي ونحتفظوا بها ونخليوها ترتاح الوقت اللي نمشيو نصايبوا الحشوه ديالنا. بالنسبه للحشوه، في مقلاس درت خليط بين زيت الزيتون وزيت المائده، بصله كبيره محكوكه مع 2 ديال الفصوص ديال الثوم، كنخليهم حتى كينزل القوام ديالهم. غنضيفوا عليهم 2 اوراق ديال الرند او ديال سيدنا موسى. غادي نضيف الفلافل الالوان، الفلفله حمراء وخضراء مقطعه طريفات صغار، غير حبه حبه. غنغطي عليهم ونخليهم حتى كينزل القوام ديالهم، لان شويه الفلفله كتبغي شويه ديال الوقت. صافي من بعد ما كينزل القوام ديالها غادي نضيف عليهم الكفته باش كتنكه ليا الكفته بدوك النكهات ديال الفلفله والثومه والبصله. كنحاولوا نفتتوا الكفته ديالنا على هذا الشكل. من بعد كنضيفوا الملحه، الكمون، الفلفل الاسود، البابريكا اللي هي التحميره، والزنجبيل. طبعا البهارات كتبقى لكم حسب الذوق. غادي نضيف واحد ملعقه صغيره ديال الكزبره اليابسه، مع شويه ديال الكوزه محكوكه غير شويه، مع الحامض المصير، الليمون المخلل، شويه الهريسه، معلقه صغيره ديال معجون الطماطم اللي هي مطيشه الحك. صافي كنخلط جيدا، كنتسنى حتى كيبدا يطلق داك، كتبدا شويه تنشف من داك الماء ديالها. من بعد غادي نحيد دوك اوراق الرند. من بعد غادي نضيف الزيتون، طبعا ضيفوا الكميه اللي بغيتو ديال الزيتون. كنخلطوا العناصر جيدا، وهنا في هذا الوقت كنكونوا عندنا الشعريه الصينيه كنكونوا فزقناها في الماء. من بعد كنصفيوها وكنديروا منها واحد الشويه، واحد الكميه قليله. طبعا بالنسبه للشعريه الصينيه فاختياريه، كاينين الناس اللي ما كتعجبهمش تقدروا تستغناو عليها في هذه الوصفه. كنحاولوا نخلطوا الشعريه الصينيه مع العناصر كامله حتى كتشرب لنا جميع النكهات. كنخليو الحشوه كتبرد. كنرجعوا للعجينه ديالنا كنلقاوها ارتاحت ما شاء الله. شوفوا معايا القوام ديالها كتجي مرخوفه. بالنسبه للعجين، دائما العجينه بحال ديال هاد المملحات ما كتبغيش نقصحوها بزاف، باش ملي كتكونوا يعني كتعمروها كتعطيكم الطوع. غادي نشكلها الكويرات اللي هي صغيره بحال الحجم ديال البيضه على هاد الشكل. ومن بعد كيف ما كتشوفوا معايا، شوفوا ما شاء الله الفقاعات اللي كديرهم العجينه بلا يعني ما دايرين فيها لا خميره لا والو، غير الطريقه داك النشا ما شاء الله كيخلي لينا العجين كيجي رخي مرخوف، وفي نفس الوقت كيعطينا القرمشه للمملحات. كنغطيو الكويرات ديالنا كنخليهم يرتاحوا واحد شويه. كنرجع لدابا الحشوه ديالي من بعد ما بردات حتى كتبرد، عاد غادي نزيدو عليها شويه ديال جبلي. انا جبتو معايا من المغرب يعني اي جبن، اي نوع من انواع الجبن اللي عندكم. بالنسبه للاخوات اللي كيسولوني فين غبرت، راني كنت في المغرب، يلاه رجعت. داكشي علاش كتشوفوا دابا راني كندير جبلي، صراحه كيعطي واحد المذاق لذيذ للحشوات. وصافي دابا غادي بالنسبه للخلطه اللي غنورقوا بها، كنديروا غير الزيت والنشا والتحميره وشويه ديال الملحه، وكنخلطوا جيدا. دابا هذه الخلطه ديال التوريق اللي غنورقوا بها هاد المملحات ديالنا، وما كنكثروش منه، كنديروا غير شويه. دابا نرجعوا لهاد الكرات من بعد ما كيرتاحوا، كناخذوا كل كره كنقسموها على 2، راه ما كنديروش الكره كامله، كنزيدوا نقسموا الكره ديالنا على 2.
باش يلاه كيجي داك العبار والقياس ديال السيجار هما هادوك. كندهنو وديما الزيت ما تكتروش، كنكرر البنات ما تكتروش الزيت في هاد المملحات. كنديرو غير شي شويه، كنبسطوا العجين ديالنا حتى كيبان لينا سطح العمل. شوفوا معايا راه كناخذ غير قطره، شفتوا غير قطره ديال ديك الخلطه ديال التوريق. من بعد كناخذ طرف العجين كنجيبو شويه للوسط على هاد الشكل كيف ما كتشوفوا، باش غادي نصايبوا السيجار. غنوريكم واحد الطريقه للف السيجار سهله حتى المبتدئات ممكن انكم تصايبوها. كناخذوا معلقه كبيره ديال الحشوه، انتم ديما في الحشوه ديروا غير معلقه كبيره باش ما تعمروش بزاف لي سيجار ديالكم ويطرطقوا، لان بزاف ديال الاخوات كيتشكاو بان السيجار كيطرطق ليهم. كنجمعوا الجوانب ديال العجينه بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا، ومن بعد كنلويوها صافي بهذه الطريقه. كنغطيو مزيان وكنلويو بهذا الشكل كيف ما قلت لكم. حتى المبتدئات ممكن انكم تصايبوا هاد لي سيجار بلا ورقه بلا تعب، وراه كيجيو مورقين كيف ما شفتوا معايا في اول الفيديو فيهم قرمشه. وها هما لي سيجار ديالنا كنوضعوهم جانبا، كنديروهم في شي طاوه واللي يكون فيها ورق الزبده، لان غتستفوهم في الطاوه وانتم كتخدموا دابا. غديروا حداكم واحد الطاوه ولا بلاطو غادي ديروا فيه ورق الزبده باش ما تلصقوش ليكم، وغتبعدوهم غير شي شويه مع ما تلصقوهمش مع بعضياتهم، وغتدخلوهم للمجمد حتى كيجمدوا عاد تجمعوهم في بلاستيك غذائي. كيف ما كتشوفوا معايا الطريقه سهله. كنورقوا العجين كيف ما شفتوا، كل كره كنرجعوا نقسموها. كنديروا غير شويه ديال داك الخليط ديال التوريق، كنجيو لطرف العجينه كنطويوها كيف ما شفتوا، لان ديك الطويه هي اللي كنحطوا فوق منها الحشوه، وغير معلقه كبيره ديال الحشوه صافي. ما تكتروش الحشوه باش ما تطرطقش ليكم. كنديروا شويه جبنه الموتزاريلا، كنجمعوا الاطراف كيف ما كتلاحظوا معايا بهذه الطريقه اطراف العجين، وكنرجعوا نكرر. ما تكتروش الزيت بزاف. هاد الوصفه راه هما اصلا حيت العجينه فيها النشا راه ما شاء الله تيجيو موارقين وكيجيو مقرمشين. وصافي كنلوي بهذه الطريقه، كنقادو كنلويو كيف ما كتشوفوا معايا. اسهل طريقه لعمل لي سيجار ها هما، وكنوضعوهم كيف ما قلت لكم في بلاطو. ضروري بلاطو بانكم غتدخلوهم تغطيوهم وتدخلوهم للمجمد كاملين، ومن بعد ملي كيجمدوا غتجمعوهم كلهم في بلاستيك غذائي. صافي انا غنستمر بنفس الطريقه كيف ما شفتوا، راها طريقه سهله بلا ما نطول عليكم الفيديو البنات. كنبسطوا العجينه كندهنوها غير بشويه ديال ديك الخلطه اللي فيها الزيت والنشا والتحميره والملحه. كنطويو طرف العجين على هذا الشكل. كنجيبوا غير معلقه كبيره ديال الحشوه كيف ما كتشوفوني انا ما كنزيدش الحشوه غير معلقه صافي. شويه ديال الجبن، كنلوي الاطراف بهذه الطريقه. كنجيب هذا الطرف كنغطي، وتنجيب الطرف الثاني حتى هو تنغطيه بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا. وصافي كنجمع السيجار ديالي بهذه الطريقه اللي هي سهله جدا. اسمحوا لي الا طولت عليكم، كنعاود الطريقه غير للاخوات المبتدئات باش يضبطوا اللفه ديال السيجار. وصافي كنستفوهم في بلاطو كيف ما قلت لكم، تكونوا مفرشين فيه ورق الزبده. كيف ما كتشوفوا هذه الكميه اللي عطاتني، وبقى واحد الكميه اخرى اللي خليتها غادي نطيب منها غير شي شويه. طيبت منها شي شويه باش كنوريكم النتيجه النهائيه. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجيو مورقين ومقرمشين ما شاء الله. كيف ما سمعتوا معايا القرمشه ديالهم، والحشوه كتجي بنينه بزاف بزاف ديال الكفته والفيرميسيل والهريسه والزيتون، صراحه كتجي رائعه جدا. وصافي كتحتفظوا بهم في المجمد كيف ما قلت لكم، كديروهم في بلاطويات وتغطيوهم ببلاستيك غذائي وتدخلوهم للمجمد حتى كيجمدوا. من بعد ملي كيجمدوا دابا ها هما انا عندي هنا راه جامدين، عاد درتهم في بواطه. هنايا عاد درتهم في بواطه وفرقت بيناتهم بورق الزبده كيف ما كتلاحظوا. وصافي والباقي درتو في بلاستيك غذائي، ومن بعد غادي نحتفظ بهم في المجمد وكيبقاو اكثر من شهر حتى لشهرين حتى 3 شهور. وبصحه والراحه. وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى ان شاء الله يا رب ينال الاعجاب ديالكم. كنشكركم على حسن المتابعه. مع السلامه.